في ناس كتيرة سألتني عن العصاية اللي بتتحط دي اللي هي لون ولون، ايه الغرض منها؟ بصوا يا جماعة، انا اشتغلت في الحفاير، وفي الحفاير ممكن نطلع حاجة ليها حجم معين. الحجم ده بيتوثق في الملفات اللي خاصة بالحفاير اللي حصل في الموسم ده. طيب، الكاميرا بتخدع. الحاجة لازم حجمها يوصل المخزن بنفس الحجم اللي اتلاقى عليه. طيب، ايه اللي يثبت كلام المفتش او بتاع الاثار او الناس اللي واقفه في الموسم او الناس اللي واقفه في الحفاير؟ الورق والتصوير والتدوين والاثر ذات نفسه. فمن ضمن اهم حاجه عندنا التصوير. فالتصوير ده لازم يحصل على قطعه قطعه. فالعصايه المحطوطه دي زي ما انتم شايفين مكتوب عليها سنتيمتر والايه والمقياس بتاعها، بمعنى ان المربعه السوداء دي تساوي مثلا 10 سنتي. يعني هنشوف هنا الاثر واخد مثلا حتتين، فهنا يبقى الاثر ده 20 سنتي، الاثر ده 18 سنتي. لان انت ممكن بالتصوير تنخدع بالحجم، لكن هو في الحقيقه حجمه مش زي ما انت فاكر خالص. فده كنوع من انواع توثيق الحجم في الحفاير اللي بتحصل في مصر وفي اي مكان في العالم.